أطلق عليه وزير المساحة القرآنية لما في صوته من إمكانيات هائلة تتيح له التنقل من مقامات صوتية منخفضة وعالية، حيث مكنه صوته العريض من حسن تصرفه في التلاوة، فهو يعد أحد أعلام دولة التلاوة الأوائل. إنه الشيخ هاشم محمد هيبة، الذي ولد بقرية برقطة مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، وكان ذلك في نوفمبر من عام 1917 من القرن الماضي. استطاع الطفل الصغير حفظ القرآن كاملاً وهو في 7 من عمره بكتاب القرية، وهذا إن دل على شيء فعلى علامات نبوغه المبكرة. القماشة الصوتية جميلة وحلوة ولكن مختلفة، عاملة زي القطيفة. هنا القماشة هنا عاملة زي القطيفة، لها وبرة كده وجميلة ولها لون ولها شكل. الشيخ مولانا الشيخ هيبة أو هاشم هيبة، مع احتفاظ بالألقاب الجميلة، لأن أنا عايز أديله أكتر من لقب الحقيقة، لأنه مقرئ عايز أقول مختلف. جعل لنفسه مدرسة خاصة به، بصمة، لون خاص فريد، حتى قال عنه الشيخ محمد الهلباوي القارئ والمبتهل وخبير المقامات إنه صوته صوت نحيل وصوت خاشع وصوت معبر وصوت قلما يجود الزمان بمثله. الشيخ هاشم محمد هيبة أو هيبة كان له من الهيبة ما نطلق عليه الشيخ هيبة، فكانت هيبته ليس في صوته فقط، كان شخصاً يتحرك بالقرآن. من خلال بحثي وتعمقي في هذا الشيخ وفي سيرته العاطرة، هذا الشيخ ولد عام 1917 بقرية أو مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، وتوفي في ثمانينيات القرن الماضي. الشيخ هاشم هيبة قرأ القرآن، حفظ القرآن وهو عنده 7 سنوات. يعني مثلا إنه الطالب أو الولد مثلا بيروح الكتاب بيحفظ القرآن وهو عنده 9 سنين 10 سنين ويبقى كويس، إنما كونه إنه هو يحفظ القرآن الكريم وعنده 7 سنين، ده إيه النبوغ ده؟ ده إيه الذكاء الفطري؟ يعني موهوب منذ نعومة أظفاره، وبعد كده تتلمذ في القراءات بقى على مين؟ على شيخ الدنيا كلها، شيخ المشايخ، العلامة الحجة الشيخ عامر عثمان. الشيخ هبة ما شاء الله عليه، الله أكبر. عنده، تعال نعد بقى إن عنده إيه؟ عنده قرار مختلف، وعنده الطبقة الوسطى مختلفة، وعنده طبقة الجواب مختلفة، وعنده ما يسمى بجواب الجواب مختلف تماما، كأنه بيقرأ جاي لك من الفضاء، بيقرأ جاي من الفضاء بيقرأ. طيب هو بيقرأ الفضاء فين؟ طبعا. طب هل في حد؟ طبعا احنا عندنا يعني في سورة سبأ يا جبال أوبي، أي رددي أي لحاني أي غني أي، فهو بيستعمل التكنيكالز القرآني بتكنيك مختلف تماما عن باقي المشايخ وباقي الزملاء، عشان كده هو اختلف فاتعرف. شوف القوة بتاعت الشيخ هاشم هيبة، قرآن محقق. أنا لما بسمع بستعجب، مفيش غلطة، مفيش هفوة، ما يسيبش حاجة غنة كده ولا يسيبش كده مد كده ولا دي تفلت منه ولا دي أبدا، مفيش، كل حاجة بالميزان دقيق بحساب، وبعدين محقق جدا
قوي في ناحيه اللي هي التفخيم والترقيق، ودي كذا ودي بتخرج من كذا ودي بتخرج من كذا بدون تكلف. لانه في واحد يحاول ان هو يجيب الاحكام فيقوم يتكلف. الامام ابن الجزري بيقول مكملا من غير ما تكلف. فشوف السلاسه والسهوله. ماء عذب كده يعني سلسل كده، هو يعني حاجه سلاسل ذهب. خلقه كان يسبقه، ومن حكايات أخلاقه الكثير والكثير. وليس هذا فحسب، كان أنيقا. ليس كل القراء يهتمون إلا بملابس الأزهر الجميلة، لكنه كان في هذا يسبقهم باهتمامه بالجبة والقفطان والساعة والكاكولة وغير ذلك من الأناقة والشياكة، لأنه كان يظهر على الناس بمظهر القارئ، فكان يريد أن يصدر للناس مشهد أن القارئ مثقف حتى في ملابسه. هنا الحبل الصوتي لازم يعرفوه المتخصصين. طب كيفية إصدار الصوت بإيجاز هنشرح إن الصوت بيمر ما بين حبلين أو بيسموهم الأحبال الصوتية. هو مش أحبال ولا حاجة، دي عضلة رخوة جدا. والساده المشاهدين النهارده اول مره هيعرفوا انهم مش حبلين ولا حاجه، لان المشهور انهم بيقولوا يا احبال الصوتيه مختلفه، احبال الصوتيه مش عارف ايه، مفيش. دول عضلتين رخوين جدا، عضله رخوه بيمر بينها الهواء، يحدث الاهتزازات اللي انا بتكلمها دي، واللي بيصدرها الشيخ هاشم هيبه. عنده تكنيكال بقى فيها، وبتصدر صوت مختلف وطعم مختلف، طعم قرآني مختلف وطعم ديني مختلف. فهو أقرب للدين في تكنيكالز الصوت. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. انتقل الشيخ هاشم هيبة إلى القاهرة ليكمل دراسته بالأزهر الشريف لدراسة أحكام التلاوة والتجويد، ويتتلمذ على يد الشيخ العلامة عامر عثمان الذي ختم معه القرآن كاملاً بالقراءات السبع، ثم اختتمه بالقراءات العشر. وقد اعتمد الشيخ قارئاً بالإذاعة المصرية عام 1952، حيث أجازته لجنة الاختبار وقتها برئاسة الشيخ الضباع شيخ المقارئ والقراء، واختير بعدها لقراءة القرآن الكريم في مسجد صلاح الدين بحي المنيل خلفاً للشيخ محمود عبد الحكم، والذي ظل به حتى رحيله. وكان الشيخ مشهوراً وقتها بأنه قارئ القراءات الطويلة بالإذاعات الخارجية في الإذاعة والتلفزيون المصري. واحد قرأه الشيخ عامر عثمان، شيخ عموم المقارئ، شيخ المشايخ، ده اللي كان بيمتحن القراء الكبار، يعني كان في لجنة اختبار القراء في اللي هم التحقوا قبل كده بالإذاعة، الشيخ المنشاوي والشيخ الحصري والشيخ المصطفى وغيرهم كان موجود من ضمن حاجة قامة كبيرة قوي. فتخيل بقى واحد بالقوة دي، واحد بالعملاقة دي، واحد جاهز في القرآن وفي القراءات، يقرأ مين؟ عمنا الشيخ هاشم هيبة. يبقى الشيخ هاشم هيبة ده شكله ايه بعد كده؟ الشيخ هاشم هيبة حفظ القرآن في 7 من عمره، وفي هذا مدلول على أنه
حفظ في وقت عقله نضج مبكرا، وفي نضج العقل ينبئ لك أن هذا الشيخ سيكون طموحا، فجاب الآفاق وتجاوز المسافات. هذا الشيخ سافر كل مكان في العالم تقريبا. تخيل أن هذا الشيخ أنه لم يعني شهرته لم تكن تقارن بالشيخ الحصري أو الشيخ عبد الباسط أو البنا لكن في نفس التوقيت هذا الشيخ أكرمه ربه كاملا بالأراضي المقدسة وبالحرمين المكي والمدني. على فكرة هو اتعرف في وقت بسيط جدا لاختلاف نوعية صوته. الشيخ هيبة اختلف باختلاف نوعية صوته فاشتهر وتميز. اختلف ازاي؟ بالقماشة الصوتية أو جرس الصوت، أو عايزين نقول إيه، قيادة أوركسترا الحنجرة البشرية. قيادة أوركسترا الحنجرة البشرية دي، إحنا الحنجرة عند الشيخ سين، عند الشيخ صاد، عند الشيخ فلان، الشيخ فلان، كلها واحدة. بتختلف في إيه بقى؟ في الحبل الصوتي. ماشي كده هو ما تملش منه، ما تملش منه، ياخد قلبك وياخد سمعك وياخد عقلك، ومفيش غلط في ناحية التجويد. وكمان هو كان درس في معهد الموسيقى في القسم الحر كما يقولون، فعارف كمان اللي هو السيكا والنهوان دول بياتي والرصد، عارف بس يوظفها ازاي، يوظف الكلام ده ازاي. هل بقى الكلام ده يطغى على القرآن بحيث ان هو ينصاع وينصاغ ورا المقام يترك الأحكام؟ لا، احنا مش بنقول ان المقامات غلط، احنا بنقول ان المقامات ماشي، تعلم المقامات أيها القارئ وادرس المقامات، ولكن المقامات دي عليك أن تطوعها للقرآن ولا تطوع القرآن للمقامات. عندما يقرأ يصور الصور ويجيد القصص القرآني أكثر من غيره بكثير، وفي هذه ملامح وقصص حقيقية حدثت بالفعل. تخيل أن الموسيقار فريد الأطرش يستمع لهذا الشيخ في مسجد عمر مكرم الشهير من بين قراء كثر، فيقرأ الشيخ هاشم فيهتز وجدان الموسيقار فريد الأطرش وهو من هو، ويقول من هذا الشيخ، ويقترب منه ويقول أعد يا شيخ، الله الله يا عم فضيلة الشيخ، ويقول كيف فعلت هذه؟ ازاي عملت دي؟ ازاي عملت دي؟ الشيخ هاشم يعني الله لما تسمعه كده، شوف ولا سيما في القصص القرآني كان يعني كان عجيب. تسمع منه زي ما يكون بيفسر لك تسمع منه سورة طه. يقال انه الشيخ عبد الباسط عبد الصمد كان معاه في محفل، وقام من مكانه الشيخ هاشم هيبة بهر الشيخ عبد الباسط. شوف الأدب، شوف التواضع، شوف القمم مع بعض ازاي، شوف أخلاق القرآن ازاي. قال له قول تاني، عيد تاني، ايه الجمال ده، أثنى عليه. فبيديك القصص القرآني، بيديك معاني القرآن، بيسقيها لك، بيطعمها لك بلا عناء وبلا مجهود، وكأنك تقرأ في تفسير ابن كثير أو في الطبري أو غيرهما. شوف في الإذاعة مثلا، كنت وأنا صغير كنت أسمع للشيخ هاشم هيبة: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. الشيخ هيبة ده وليه مناطق جمالية كتير جدا، ليه مناطق جمالية كتير جدا، وليه حاجات زي ما قلت بتقشعر لها الأبدان، ولكن لم تذاع أو تذاع مرة مرتين في الشهر، 3 في الشهر. طيب انما لما يبقى عندي يومي زي مثلا الشيخ رفعت بسمعه كل يوم الساعه 7 لحد 7:30.
طب ما هو لو خد الحيز ده برضو من مع 7:30 او من 7:30 ل8 كل يوم، ما انا اكيد رجل الشارع هيسمع، الرجل المثقف، الرجل العالم، الرجل في مصر والعالم هيتشبعوا بالشيخ هيبة. عشان كده احنا عندنا لازم برضو اذاعتنا القرآن الكريم تذيع لمشايخنا اللي هم شوية زي ما تفضلت وقلت يعني مندثرين او سرعان ما يندثر هذا الصوت من التكرار بيعلم الشطار، التكرار بيحفظ الصغار والكبار، الصغير والكبير اللي كانوا بيروحوا من القراء اللي هم اللي بعده، الجيل الثاني الجيل اللي بعده كان بيستقبلهم أدب وأخلاق وتواضع. وهذا هو قارئ القرآن بيعمل بيه مع أهله، يبقى إزاي مع الناس، يبقى إزاي في شكله، في هندامه، في لبسه، يبقى شوف كان وجيه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من لم يهمل الشيخ هاشم هيبة الجانب الموسيقي، فقد حرص على دراسة الموسيقى سماعياً بالقسم الحر بمعهد الموسيقى العربية، كما حرصت وزارة الأوقاف المصرية على إيفاده إلى كثير من الدول العربية والإسلامية ومختلف البلدان الأوروبية لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك، حيث سافر إلى باكستان وإندونيسيا وتركيا والهند والمغرب والجزائر وباريس وماليزيا، والتي اختير فيها رئيساً للجنة تحفيظ القرآن أثناء زيارته لها. وقد كان رحمة الله عليه الشيخ محمد رفعت من أشد المعجبين بالشيخ هاشم هيبة، وبدأ يمنحه خبرته، وكان يحل محله عندما يتغيب عن المسجد، حيث إن صوتيهما فيهما تشابه كبير. محطات هذا الشيخ أشياء عدة. تقول ابنته أنه كان، وليس ابنته فقط، كل من عاشره من تلامذته وأصدقائه وزملائه يقولون أنه كان ذكياً لماحاً وخفيف الظل. فكان عندما يكون عنده ضيوف في البيت يقول لابنته بطريقة ذكية حتى لا يفهم الضيوف، يقول لها: يا نادية، جعلت قولي فاحذفي اللامين تفهمي سؤالي. فتحذف اللامين، عندما تحذف اللامين من كلمة جعلت قولي فماذا هي؟ جعت قوي، عايز آكل. فمن هذا المنطلق كان الشيخ خفيف الظل جدا، ويؤكد هذا معظم زملائه وأقرانه. درس الموسيقى في معهد الموسيقى العربية في القسم الحر. فانظر إلى الثقافة، هو لا يتوقف عند علم أو اثنين، هو يلملم كل ما يلزم لهذا العلم القرآني حتى يتسنى له أن يكون من عظماء القراء الذين يعني يتركون إرثاً علمياً دقيقاً للأجيال القادمة. الصوت أهم ولا الدراسة ولا الاتنين معاً؟ طب أنا عايز أزود حاجة رابعة وخامسة، ينفع؟ عايز أقول: واحد، التوفيق من الله. اتنين، الموهبة من الله. الموهبة من الله. أما الدراسة فلا بد أن تكون في دراسة. أما التدريب لابد من أن الشيخ يتدرب ويتعلم والمبتهل ويتعب. من جد وجد،
ومن زرع حصد. مفيش شيخ بيطلع بالسليقة. يعني يعني أحيانا بشوف مشايخ يقول لك إيه موسيقى، هو أنا أعرف موسيقى يعني إيه؟ أنا ما أعرفش يعني إيه موسيقى، ولكن هو درس موسيقى، ده إذا كان شاطر، ولكن يستحي مش عارف، أو يمكن مش عايز يقول لزمايله إن درس، أو مش عايز. إنما الشيخ عبد الباسط درس، الشيخ مصطفى اسماعيل بيانو، عشان كده الراجل الجميل ونجم النجوم. احيانا انا بتعصب عليه من كتر حلاوته. مش بيقرأ وخلاص، مش زعيق وخلاص، مش يجيب الآية دي في الآية دي وخلاص، لا، دي كذا، دي في مكانها، كل حاجة في مكانها، دي جنب دي تتقال كذا ودي تتقال كذا، وقف على كده، لأنه أنا لما أقف على دي وما أقفش على دي، أو أقف أو هيغير المعنى. ربنا سبحانه وتعالى ميز الشيخ هيبة بهذه الميزة المختلفة الجميلة، برائعة صوتية، ورائعة فنية، ورائعة مبتكرة. وإزاي برضو كان بيستثير الوجدان، إزاي كمان كان يبقى عنده حاجة اسمها الإثارة الوجدانية، يصير نفسه عشان كل ما خرج من القلب يصل إلى القلب، وما خرج من الفم لا يتعدى الأذن. ودي كان هو مؤمن بيها جدا جدا، النظرية المهمة إن أنا لازم الأول أكون مستشعر هذه الآية، أو مستشعر هذا الابتهال، أو مستشعر كيفية المدح في الجلالة الإلهية والمدح في سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان بيحب ده عشان يقدر يوصله لمتلقي والمعجبين ومشاهدين وجمهوره، فهم كمان يحبوا ده. قرأ كما قال الله وكما أمر، ورتل القرآن ترتيلا، كان قرآنه نابع من القلب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. تعد تلاوة الشيخ هاشم هيبة في الروضة الشريفة بالحرم النبوي من التلاوات المباركة التي حظي بها. هو صاحب بصمة متميزة في الساحة القرآنية، كما كان من المقربين إلى الشيخ مصطفى إسماعيل، وقد حرص على مصاحبته دائما في أسفاره. ففي عام بتسجيل القرآن مجوداً في الحرم النبوي الشريف خلال موسم الحج، ذلك في عام 1397 هجرية، ومرتلاً في الحرم المكي خلال فترة إقامته لشهرين بالمملكة العربية السعودية. وقد حظي الشيخ هاشم هيبة باستحسان الجميع، ولقبه الشيخ علي جمعة بملك المساحات، قائلاً إن لديه بصمة واضحة بعالم التلاوة، فهو يتميز بصوته العريض المميز، وله قدرة واضحة على استخدام موهبته الصوتية، فقد استخدم صوته لاستخدام الأمثل، بما جعله يرفرف بنبراته على آذان المستمعين.
كان يقرأ في شبرا: رب اشرح لي صدري من سورة طه. فمن يكون حاضرا في هذا أو في هذه الليلة؟ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، والذي بسط الله من رزق وعلم القرآن له ما لم يبسط لغيره في هذا الوقت، فيستمع لهذه الآية فيقول: أعد أعد يا شيخ. لهذه الدرجة كان هذا الشيخ موهوبا، ولهذه الدرجة كان تواضع القراء العظماء مثل الشيخ عبد الباسط حتى يعلن أمام الجميع أنه معجب بهذه الآية من هذا الشيخ. هو مش أحسن صوت، هو مش أحسن صوت، ولكن أحسن تكنيكالز. هو مش أحسن صوت صحيح، بس أحسن من يصدر بصوته أنغام ملائكية في آية قرآنية فتجسد الحدث فتصل إلى المتلقي فتجعله يقول الله على الشيخ هاشم. شوف الكمال، شوف بينطقها ازاي، بيقول الجمله ازاي، شوف صوته عامل ازاي، شوف انسجامه مع القرآن الكريم، خشوعه، أدبه مع القرآن، إحساسه، لأنه ما يوصليش المعنى كده إلا إنه هو كل الإيه المراحل دي بيمر بيها، الإتقان والإخلاص وإنه يكون عارف ويكون فاهم بيقول إيه، فاهم بيقول إيه، يوم يفهمني هو بيقول إيه. وربنا سبحانه وتعالى: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم. شوف إعجاز. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمر. شوف الجمال وشوف السلاسة، شوف يعني الصوت فيه القوة وفيه الإتقان وفيه الخشوع وفيه العذوبة وفيه كل ده. حنين قوي يا عم الشيخ هاشم هيبة. وده كانوا بيقولوا عليه كمان، الناس اللي اتعاملت معاه كانوا بيقولوا مؤدب متواضع. لو انت يعني سمعني من خلال الروحانيات التي نتحدث بك عنها ونتحدث بها عنك كثيرا، وانا مش بس احنا بنقول استطراء او بنقول في ذكراك او في وفاتك ان رحمه الله عليك او في الفردوس الاعلى، نحن نقول لك جميعا وكل من استمتع بصوتك رحمه الله عليك، ويجعل قرآنك الذي قرأته في ميزان حسناتك ومدادا ومدد لكل الأجيال القادمة، حيث أن الأجيال القادمة تفتقد هذا، ولابد أن تدرس هذا بدل الافتقاد، ونعوض الافتقاد بكثرة الإذاعة حتى يستطيع الملايين من سماعك ومن أبنائنا ومن الأطفال ومن الصغار ومن الكبار حفظ ما يقول الشيخ هاشم هيبة. الشيخ هاشم هيبة عملاق من عمالقة القرآن الكريم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم فضله. يا سيدنا الشيخ هاشم، أنت نبرس لنا، أنت نبرس لنا، وأنت معلم في القرآن ومعلم لجميع القراء إلى يوم القيامة. رحم الله هذا الشيخ. وأقل ما يمكن أن نقدمه له لمسة وفاء بسيطة في هذا اليوم، أننا نذكرك وما زلنا نقرأ ونستمع إلى قراءاتك ونتعلم وننهل من تلاوتك، فرحمك الله رحمة واسعة. عاش الشيخ هاشم هيبة 66 عاماً، قضى معظمها في خدمة كتاب الله، فقد دخل الشيخ دولة التلاوة وخرج منها راضياً مرضياً حتى أسلم الروح إلى بارئها في نهاية شهر يناير من عام 1985.